سنة 1980 كانت نوارة نجم بتشوف أبوها لتاني مرة في حياتها. قالوا إنه هربان من حكم بالسجن، كان قاعد وقتها في شقة في مصر الجديدة مطول شعره ودقنه ومسمي نفسه مجدي، لكن كل سكان العمارة والبواب والبقال كانوا عارفين إنه مجدي ده هو نفسه الشاعر أحمد فؤاد نجم. أغرب تركيبة لشاعر مصري ممكن تشوفها، ويمكن أغرب تركيبة لبني آدم مصري. اتقبض على نجم بعدها بشهر ودخل السجن، وقبضوا كمان على زوجته الكاتبة صفيناز قاسم أم نوارة، لكن العجيب إنهم أفرجوا عنه وهي لأ. فراحت نوارة تعيش معاه في الغورية، وهنا بقى حصل الأغرب. نوارة لقت أحمد فؤاد نجم عايش في أوضة بابها مفتوح 24 ساعة، اللي يدخل يريح شوية واللي يدور على حاجة في التلاجة ياكلها، لدرجة إنه في مرة دخل واحد فتح الدرج وأخد آخر 5 جنيه كانت معاهم. فنوارة سألت أبوها ببراءة: أنت تعرفه؟ قال لها لأ. فراحت مصرخة: حرامي! فقال لها أبو النجوم بمنتهى الهدوء: سيبيه، ده أكيد زينا، ضربه السلك. القصص الغريبة عن أحمد فؤاد نجم هي العادي، واحد كان مخلص لكل حاجة وضد كل حاجة، يحب عبد الناصر ويشتمه، يعشق أم كلثوم ويكتب فيها قصيدة هجاء قد كده. أسره يعني هي كلمة ليها كلمة في الحكومة، بس ربك لاجل حكمة أم حرمها من الأموم. بيحب ربنا، لكنه شايف انه مش معقول يعني ان ربنا يكون عاوزه يصلي كده طول النهار، وكان شايف ان الحشيش والشاي اعظم نباتين ربنا خلقهم، ونفس الانسان ده هيعمل حاجه يوم وفاته ما يعملهاش غير حد من اولياء الله الصالحين. لو عديت على تاريخ احمد فؤاد نجم هتلاقي نفسك بتعدي على تاريخ مصر كله. فتعالوا ندخل نتفسح جوه الدماغ الغريبه والتركيبه الانسانيه العجيبه اللي اسمها احمد فؤاد نجم. يوم ما مات أحمد فؤاد نجم كان فاز في نفس اليوم بجائزة الأمير كلاوس، وهي جائزة هولندية كانت 100,000 يورو، يعني بأسعار النهاردة كده أكتر من 5 مليون جنيه. راح أبو النجوم على البنك وقال للموظف بمنتهى البساطة: حط الفلوس دي في المستشفى اللي بتتعالج فيها العيال الغلابة من السرطان. وهو خارج ادى فرد الامن 500 جنيه بدون مبرر، وادى سواق التاكسي ساعتها 1000 جنيه، وكان بيوزع الفلوس على الناس في الشارع بدون حسابات، عشان يموت في نفس اليوم بعد ما وزع كل اللي في ايده على الغلابه اللي هو اصلا كان واحد منهم. الفجومي اتولد سنة 1929 في واحدة من قرى محافظة الشرقية، وأبوه اللي سماه أحمد فؤاد، وده كان اسمه مركب مش منفصل لأنه كان يتيمم بالملك أحمد فؤاد. قالت له أم: يوم ميلادك كان يوم ما طلعلهوش شمس، كان نازل برجله مش براسه زي بقية الخلق، وكان معاه أخته فاطمة ماتت عشان يجي نجم متهم بجريمة قتل من قبل ما يفتح عينه على الدنيا. كان واحد من 17 عيل لهانم موسى أم نجم، وتصفصف الدنيا في الآخر على 6 عيال وسميتهم هانم فضلة الموت، وال6 عيال كمان فيهم واحد ضاع واللي هو علي عزت، والقدر بدأ يرسم له طريق من صغره، فمات أبوه عشان يكون مصيره مصير طفل يتيم، ودخل نجم ملجأ الأيتام في الزقازيق، وهناك اتعرف على واحد رفيع وغلبان بقى من القريبين قوي منه، وكمان اسمه عبد الحليم شبان. أيوه، هو عبد الحليم حافظ. موعود بالعذاب يا قلبي، موعود موعود. ومن وقتها وأوضة المزيكا في الملجأ كانت المقر الحقيقي للاتنين، فبدأوا يتعلموا سوا التواشيح والمقامات والمزيكا، فكانت المزيكا المنفس والمخرج الوحيد للاتنين. ولما خرج نجم من الملجأ بدأ يدور على شغلانة ياكل ويشرب منها، لأنه كان كحيان ومش لاقي، فاشتغل أكتر من شغلانة لكنه ما كانش بيعمر فيهم، زي مثلا إنه اشتغل في التفتيش الزراعية، ولما ضاق الحال بيه خالص اشتغل عند خاله عشان بعد كده يروح نجم يشتغل في معسكرات الاحتلال. وسنة 1951 يقرر نجم يتخلى عن شغله بسبب دعوات الحكومة للمصريين انهم يسيبوا الشغل في معسكرات الاحتلال عشان يجبروا المحتل يسيب البلد، وتعوضوا الحكومة بشغلة تانية عن اللي سابها وهي وظيفة السكة الحديد، لكن المرتب ما كانش كفاية وسط حالة الفقر اللي كان عايش فيها، فما كانش قدامه غير انه يسرق من فلوس الحكومة ويزور في الورق الرسمي. لكن ما طولش في الموضوع، مش عشان تاب، لا عشان اتمسك. فكل اللي فات ده كوم، واللي جاي يكوم تاني خالص، لان احمد فؤاد نجم بدأت حكايته من السجن لما احتك بكل الاشكال والالوان، اشتراكيين على اسلاميين على كل الاصناف، واللي خلاه يلعلع بجد في السجن واسمه يتعرف هو الشعر اللي كان بينافق بيه الباشا المأمور وظابط العنبر.
فخلوه يقدم حفلات كتيرة لمصلحة السجون. وكمان نشر المجلس الأعلى للآداب والفنون ديوانه الأول من الحياة والسجن. وسنة 1962 خرج نجم من السجن ووفر له المجلس مرتب شهري، وبقت مشكلته في المكان اللي هيقعد فيه. وبعد تدوير أخيرا لقى أوضة في حارة جنب الأزهر والحسين اسمها حوش أدم، وزميله في السكن كان شخص ضرير مقرئ للقرآن ومنشد، وقعدوا الاتنين سوا في أوضة واحدة. وبدأ نجم يلاقي نفسه مع زميله واللي هو بالمناسبة الشيخ إمام، وبدأوا يعملوا دويتو سوا ويروحوا الأفراح وينشدوا في الحفلات اللي بتتعمل في الحسين والأزهر مع بعض. وانت هتدفع ايه من جيبك؟ امال هدفع من جيب مين؟ انت حمار وخدوك في مشمك رحت هناك زي الباقيين عاملين لجنه وقال وطنيه. والنكسه وقتها ما كانتش هزيمه عاديه، لا دي كسرت نفس كل مصري وكل انسان. وفي الاوضه الضيقه الفقيره كان بيتجمع الكل عشان ينفس عن غضبه وخنقته من الهزيمه، فبقى حديث الناس وبقت الجرايد تكتب عنه، وبقى ليه هو وامام برنامج في التلفزيون اسمه مع اشعار نجم والحان الشيخ امام. حلاويلا يا حلاويلا يا خسارة يا حوليلا، الثور النور الكلمنجي هلا بالدين الشفطنجي، ده الثور النور الكلمنجي هلا بالدين الشفطنجي. والمسؤولين عن البرنامج كانوا يقولوا له قول يا نجم زي ما انت عايز، بس اوعى تقول القصايد اللي فيها تخبيط جامد. وكانوا بيحددوا له اللي ما ينفعش يتقال، فيقول لهم من العندي قبل العندي. واول ما بيبدا بقصايده الممنوعه كلها وتخبيط هنا وهناك ولا حد همه. ما كانش سهل برضه. وبقى يجيله الفنانين والمثقفين من كل حته في مصر عشان يشوفوا نجم اللي قالب الدنيا ده، لحد ما وصل الكلام لعبد الناصر واللي امر باعتقالهم على طول. ورغم كده كتب الفجوم لعبد الناصر قصيده بعد ما مات وقال فيها: عمل حاجات معجزه وحاجات كتير خابت، وعاش ومات وسطنا على طبعنا ثابت، وإن كان جرح قلبنا كل الجراح طابت، ولا يطلوه العدا مهما الأمور جابت. ويجي السادات بعد عبد الناصر عشان يفرج عنه ويطلع نجم من السجن، لكن يا فرحة ما تب، لأن نجم ما سكتش تاني وفضل مكمل في اللي بيقوله ولا حد مال عينيه، عشان المرة دي يمسكوا السادات اللي وصفه بالشاعر البذيء ويقدموا للمحاكمة العسكرية بتهمة إهانة الرئيس، عشان يكون نجم تاني شاعر يتقدم لمحاكمة زي دي بعد المنفلوطي اللي استقبل عباس حلمي وهو راجع من المصيف بأشعار اتسببت في حبسه. وفي السبعينات اتجوز نجم من صفيناس كاظم، أيوة هي دي اللي اتشهرت بكوميك الغي رحلتي، بنت الجامعة الأمريكية بماجستير في النقد المسرحي. وقتها الكل اتصدم، بقى نجم اللي مش لاقي ياكل اتجوز صفيناز بنت الزواد. وتعدي الأيام عشان يخلفوا الاتنين نوارة نجم وريثة الجرأة والعناد، لكنهم انفصلوا واتجوز نجم في الفترة دي المطربة عزة بلبع. وعشان نجم كان صاحب مزاج وبيحب الستات اتجوز بعدها ممثلة جزائرية وصل سنه ل 63 سنة وبرضه كان لسه بيتجوز، لأن هو وفوق ال60 اتجوز واحدة جارته في حوش أدم عشان يجيب بنت تكون أصغر من أصغر أحفاده، ما كانش بيهمه حاجة. وفي سنة 2013 رحل عن العالم واحد من أشجع شعراء العامية في العالم العربي، أحمد فؤاد نجم، عشان تعيش أشعاره وسطنا حية بتتنقل من جيل لجيل وكأنها صوت الفقراء وتعبيرهم عن غضبهم المكبوت. بسم الله توكلنا على الله. مش جاية دي بقى بجد. مسحت بكرامة الست اللي كانت قاعدة اللي شكلها شبه الخيال العظمي دي. ايه الخيال العظمي ده؟ الخيال العظمي يا عمرو افندي ما ينفعش كده. في ايه؟ يوه